مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. قبل ما نبدأ في المباراة تعالوا نشوف الأول هدف حسين الشحات. بالمين مقابل يلعب البينية حلوة عند شريف راوغ شريف لحسين الشحات في الدرب دائما وابدا. ده هدف حسين الشحات اللي بيسجله في الدقيقة 72. تعالوا بقى نروح على هدف تريزيجيه اللي تسبب فيه حسين الشحات من ركلة الجزاء. داخل تريزيجيه وجول جول جول جول. أيها الناس المكنة طلعت قماش. هنروح على طول على فرحة إمام عاشور بهدف النادي الأهلي. شوف فرحة إمام عاشور. بعد كده اللقطه اللي بن شرقي بيطلع فيها الكوره بتاعت نادي الزمالك من امام المرمى. شوف بن شرقي بيخرجها ازاي من قدام المرمى. كان هيجي هدف موجع للنادي الاهلي، كان هيبقى هدف ثاني هيقتل كل امان لعيبه النادي الاهلي. هنروح على طول على تصريح فيريرا قال لك انا محبط جدا من هذه الهزيمه، كانت هزيمه قاسيه علينا وانا محبط من هذه الهزيمه بالاخص من النادي الاهلي. وشيكابالا لما سالوه قال لك فيريرا لازم يمشي. ابراهيم فايق بيقول له تقييمك ايه المباراه؟ قال له فيريرا يمشي على طول. وشيكابالا برضه قال لك الهزيمه موجعه من النادي الاهلي، هزيمه موجعه جدا جدا. وشفنا طبعا محمد صبحي وهو بينادي، محمد صبحي رفع ايديه الحقونا يا جدعان، الحقونا يا جدعان الاهلي فاز علينا الحقونا. وطبعا عمك دونجا لما جابوا هدف مطلع لسانه وفرحان قوي بهذه المباراه. وحسام عبد المجيد برضه نفس الوضع، فرحان بالهدف اللي جابه من ركله الجزاء. لكن الفرحه مش بتكمل والنادي الاهلي بيعمل ريمونتادا عالميه على نادي الزمالك. وطبعا شفنا في هذه المباراه الروح الرياضيه اللي كانت بين قناه النادي الاهلي وقناه نادي الزمالك. شفنا التواصل اللي حصل من مباراه من نادي الزمالك مع النادي الاهلي. شوف الحدث التاريخي، والله حدث تاريخي، اول مره تحصل في التاريخ ان قناه الزمالك وقناه الاهلي يعملوا بس مع بعض. شوف اللقاء اللي كان بينهم وبين بعض. وطبعا شفنا الفيديو اللي عمله النادي الاهلي، هي ديت الاخلاق اللي النادي الاهلي لازم يعملها. شوف النادي الاهلي، شوف الفيديو اللي النادي الاهلي عمله في هذه المباراه. شوف اهوت فيديو فيه احسن مما تشوف الروح الرياضيه بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. خلونا بقى نرجع للمباراه، خلونا بقى نروح على تقييم المباراه. شوف ده تقييم المباراه، تقييم اللاعبين النادي الاهلي في مباراه القمه. هنبدا على طول بمحمد الشناوي. محمد الشناوي عمل مباراه كبيره جدا جدا، كابتن النادي الاهلي هديله 9 من 10. هنروح على طول على الباك يمين، عندنا محمد هاني الوحيد في النادي الاهلي اللي كان بيرفع عرضيات في هذه المباراه، فمحمد هاني يستحق برضه 9 من 10. الباك ليفت عندنا فيه احمد نبيل كوكا، وانا مختلف مع احمد نبيل كوكا مش عادي ينفع يفضل في الاهلي. احمد نبيل كوكا مستواه سيء جدا جدا في النادي الاهلي. ثنائي الدفاع كان عندنا ياسر ابراهيم وياسين مرعي. انا هنبدا الاول بياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم ده راس ياسر رجوله، فياسر رجوله يستحق 8 من 10. وعندنا ياسين مرعي انا هديله 5 من 10 بس بسبب الغلطه اللي تسببت في ضربه جزاء لنادي الزمالك مع ان هي مش ركله جزاء. هنروح على طول على نص الملعب، عندنا الكابتن مروان عطيه ومحمد علي بن رمضان. مروان عطيه كان عامل ماتش جامد بسم الله ما شاء الله عليه، هياخد برضه 7 من 10. ومحمد علي بن رمضان كان متلخبط، ما كانش فايق في الماتش ده، هنعطي له 8 من 10. هنروح على طول على طاهر محمد طاهر يستحق 5 من 10 لانه عمل ماتش سيء جدا جدا. وفي الباك يسار عندنا الكابتن محمود حسن تريزيجيه، رجل تريزيجيه الرجل المجتهد الذي يلعب ويقتل نفسه ويموت نفسه من اجل النادي الاهلي، فتريزيجيه يستحق 10 من 10 ايضا. وعندنا في الهجوم طبعا محمد شريف كان اداؤه سيء جدا جدا، ياخد 6 من 10 عشان الكره اللي عملها لحسين الشحات اللي هو سجلها هدف. واشرف بن شرقي عمل مباراه رائعه. اشرف بن شرقي لمساته في الكوره ما بيغلطش، اشرف بن شرقي بيلمس الكوره لمساته في الكوره لمسات عالميه، فاشرف بن شرقي يستحق 8 من 10. طبعا اللاعيبه اللي نزلت عندنا في التبديل، نزل عندنا مين؟ حسين الشحات النينجا، حسين الشحات 10 من 10. حسين الشحات نزل في 6 دقائق فقط، سجل هدف وصنع هدف، فهو يستحق 10 من 10. طبعا احمد عبد القادر وديانج واللاعيبه الثانيه ديت اللي ما نزلوش الا 4 دقائق فقط فما لهمش تقييم. دي كان تقييمي لمباراه النادي الاهلي امام نادي الزمالك. كده الاهلي بيطير من المركز الثامن الى المركز الثالث في صداره الدوري المصري الممتاز. تبقى له مباراه مؤجله، لو فاز فيها هيفرق الزمالك بنقطه وهيكون متصدر للدوري الممتاز بعد الفوز النهارده على نادي الزمالك. ريمونتادا عالميه بيعملها النادي الاهلي بسبب حسين الشحات. خلونا بقى نتكلم عن المباراه دي شويه. طبعا النادي الاهلي بيسيب الشوط الاولاني كله لنادي الزمالك. نادي الزمالك اللي كان ماسك النادي الاهلي في الشوط الاولاني عمل فيه الصح، يعني نادي الزمالك كان مستحوذ على الشوط الاولاني استحواذ جامد، لكن خلينا متفقين ان ركله الجزاء بتاعه نادي الزمالك مش ركله جزاء. يعني هو ياسين مالع معاه الكوره، اجى عدي دباغ
وقام جاي طالع على الدم منه، قام رامي نفسه، فالحكم حسبها ركله جزاء. وكمان اللي يدلك ايه ان هي مش ركله جزاء، الحكم ظلم النادي الاهلي في الماتش دي. ازاي؟ يعني الكره اللي اتحسبت ركله جزاء للنادي الاهلي، الحكم راح للفار ولغى الكره، قال لك لا ما هيش ركله جزاء. طب ما اشمعنى بقى في ركله الجزاء بتاعه نادي الزمالك الحكم ما راحش للفار؟ ليه بقى؟ انا عايز حد يرد عليا. ليه الحكم في ركله الجزاء بتاعه الاهلي يروح للفار ويلغيها ويتاكد منها ويعيدها مره واثنين وثلاثه واربعه، وفي ركله الجزاء بتاعه نادي الزمالك مش يروح للفار؟ ليه؟ لان هي مش ركله جزاء، الكره مش ركله جزاء. الحكم كان بيحكم نادي الزمالك، يعني الحكم الشوط الاولاني كنت تقول للزمالك اعطيها فلوس، والحكم بيحكم لنادي الزمالك. لكن الحمد لله الحرام مش بينفع، طبعا الحرام ما بينفعش، عشان الكوره ما كانتش ركله جزاء فعلا، فاتشاطت واتصدت ورجعت الحكم عادها تاني واتسجلت هدف. لكن الاهلي بيفوز في الاخر بسبب ان الكوره ما كانش ركله جزاء اساسا، والهدف مش كان حق نادي الزمالك. فالمباراه كانت مباراه قويه جدا جدا، لكن نادي الزمالك بيتراجع في الشوط الثاني، وهو ده سبب هزيمته في هذه المباراه، ان نادي الزمالك بيتراجع في الشوط الثاني. نادي الزمالك بيسيب الماتش للنادي الاهلي في الشوط الثاني تماما، ما بيلعبش في الشوط الثاني خالص. النادي الزمالك بيحصل له توتر وبيخاف. يعني المفروض انت فريق كاسب، المفروض انت اللي يكون ما عندكش توتر ويكون ما انتش قلقان، لكن نادي الزمالك بالعكس، نادي الزمالك كان قلقان في المباراه جدا جدا في الشوط الثاني. نادي الزمالك قدم اداء عالمي في الشوط الاول، لكن في الشوط الثاني بيخاف جدا وبيقلق، وده سبب خسارته امام نادي الاهلي. هو بالعكس المفروض الفريق المهزوم هو اللي يكون عنده قلق ويكون عنده توتر ويكون عنده خوف، لكن نادي الزمالك بالعكس، نادي الزمالك بيقلق وبيخاف ويتوتر، وده اول سبب من هزيمته امام النادي الاهلي. لكن انا مش هنكر ان الزمالك عمل اداء عالمي قدام النادي الاهلي. الزمالك عمل مباراه قويه جدا جدا ويستحق فيها هارد لك يا نادي الزمالك، يستحق فيها كل خير. لكن المشكله عند نادي الزمالك انه بدا يتوتر وبدا يقلق، والمدرب برضه تغييرات المدرب ما كانتش في صالح نادي الزمالك خالص. تغييرات المدرب اجت متاخره وما كانتش في صالح نادي الزمالك، مش كانت مترتبه صح. فنادي الزمالك برضه التغييرات عنده مش كانت كويسه، المدرب برضه واللاعيبه برضه فقدت الامل اما النادي الاهلي سجل هدف التعادل. المفروض اللاعيبه اما النادي الاهلي يسجل هدف التعادل مش كان وضعها يتغير كده، كان تشارك وتشد شويه في المباراه ويجتهدوا اكثر من كده، لكن هم بيخافوا. والنادي الاهلي بيعمل ريمونتادا عالميه قاسيه على نادي الزمالك. طبعا احنا شفنا جماهير نادي الزمالك اللي حصل لها، المشجع اللي جه في المدرجات وبكى. فنادي الزمالك يعني انا مش عارف اقول ايه، الجماهير كانت غضبانه جدا جدا. انا والله زعلت على الجماهير، لان الجماهير يعني كان فيه المشجعين بيقول لك احنا جايين من سوهاج، كان فيه ناس جنبي جايه من سوهاج. يعني سوهاج انت بتتكلم في 10 12 ساعه بالقطر، فبرضه حاجه تزعل جدا. يعني تخيل نفسي معطل نفسي 24 ساعه بس راكب في القطر رايح جاي واروح زعلان، فده حاجه قاسيه جدا على نادي الزمالك. لكن هارد لك نادي الزمالك، مبروك للنادي الاهلي. كده النادي الاهلي بيطير من المركز الثامن الى المركز الثالث ب 15 نقطه، لسه ليه مباراه مؤجله. يعني انت لو بصيت في الدوري هتلاقي الاهلي لاعب 8 مطوشه بس، ولكن الزمالك لعب 9. فالنادي الاهلي لسه ليه مباراه مؤجله، لو فاز فيها هيطير على طول على المركز الاول فارقا نادي الزمالك بنقطه. النادي الاهلي عمل اداء رائع في هذه المباراه ويستحق الفوز. النادي الاهلي يستحق الفوز، والزمالك لازم يتعلم من اخطائه. الزمالك ياخد المباراه دي عبره ويتعلم من اخطائه اللي حصلت في هذه المباراه. فالزمالك لازم يتعلم من الاخطاء اللي حصلت معاه، وفيريرا لازم يرجع ويرتب اموره تاني ويرتب اموره صح. انا نفسي نادي الزمالك هو اللي يكون المنافس للنادي الاهلي، فكده المنافسه ممكن تضيع من نادي الزمالك ويكون المنافس للنادي الاهلي بيراميدز. فانا مش عايز كده والله انا عايز نادي الزمالك هو اللي يشارك مع النادي الاهلي في المنافسه. فهارد لك لنادي الزمالك ومبروك للنادي الاهلي. النادي الاهلي عمل اداء عالمي، كان يستحق الفوز في هذه المباراه. الاهلي يستحق الفوز بكل جداره. الاهلي عمل اداء مرعب، وتريزيجيه من اللاعيبه المجتهده. تريزيجيه موت نفسه عشان خاطر النادي الاهلي. تريزيجيه بيجتهد اجتهاد ما فيش اي لاعب بيعمله في النادي الاهلي. ومحمد هاني اللاعب الوحيد اللي عجبني في مباراه النادي الاهلي، اللاعب الوحيد اللي كان بيرفع كور في مباراه النادي الاهلي. هو ده الوحيد اللي كان عند النادي الاهلي بيرفع كور. هو ده اللي كان بيفكرني بالعالمي علي معلول ملك الحلول. يعني النادي الاهلي الباك ليفت بتاع النادي الاهلي بايظ بعدك علي معلول والله. فمبروك للنادي الاهلي الصعود الى المركز الثالث في الدوري ب 15 نقطه. تبقى ليه مباراه مؤجله وكده هيطلع الصداره فارقا الزمالك بنقطه واحده. فمبروك للنادي الاهلي وهارد لك نادي الزمالك. هارد لك نادي الزمالك والله، عملتوا مباراه جيده جدا جدا قدام النادي الاهلي، عملتوا مباراه ممتازه تستحقوا فيها كل الشكر والتقدير. ما تنسوش الاشتراك الجميل واللايك. وكان معكم السيد ابراهيم في كوره مع السيد.